في 1980 يا إخواني، وسنعود الآن إلى الخلفية القانونية بسرعة. 1980 إسرائيل أعلنت قبل الكونغرس، كونغرس 1995 في أكتوبر. في 1980 أعلنت إسرائيل، قررت وأعلنت للعالم هذا القرار أن القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل. مباشرة طار صدام حسين الذي كان مشغولا بحربه مع إيران من جبهة البصرة إلى الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله في المملكة السعودية. قال له انظر ماذا؟ قال لابد أن تعلن، ومن الرياض، مش من بغداد، من الرياض، أنا أسمح وتنازل بهذا، أن تعلن سنقاطع كل الدول التي تفعل هذا وتعترف بهذا دبلوماسيا واقتصاديا، سنجمد كل المعاملات. وفعلوا هذا وأعلن هذا من الرياض، ومات القرار في مكانه.